السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معاكم أمنية يحيى، والنهاردة إن شاء الله هنعمل فيديو جديد بفكرة جديدة، بفكرة بريسلنت كده سهلة وبسيطة تنفع للأطفال وكمان تنفع للكبار، وتقدري تستخدمي فيها أي نوع خرز عندك موجود بأسلوب سهل وبسيط. طبعا اللي لسه مش مشترك في القناة ياريت يشترك ويفعل زرار الجرس، والمشترك بالفعل يعمل شير ولايك للفيديو علشان القناة بتاعتنا تكبر بيكم. دلوقتي بقى ندخل في الفيديو على طول علشان نشوف احنا هنحتاج ايه معانا. دلوقتي احنا هنحتاج كل اللي هنحتاج بكرة الاستك ديت. خلاص انا جايباها لونها بيربل لان انا الالوان اللي هشتغل بيها هتبقى لايقه على البريسلنت اللي انا هعملها. تمام. وجايبه بريسلنت خرز تفسيره، انا هعملها النهارده من تفسيره. جايبه تفسيره لونها ازرق كده على كحلي، يعني كحلي قوي. تمام. وجايبه بيربل، لون البيربل ده حاسه كده ان هما الاتنين هيبقوا ماتشنج مع بعض وهيبقى شكلهم حلو قوي. وحبيت ان انا اشتغل بالاستك بتاعي اللي هو لونه بيربل علشان يبقى شكله حلو ويدي منظر كده حلو لما يشتغل معانا. طيب احنا هنعمل ايه؟ شايفين بقى البريسلنت الحلوه الجميله دي؟ شايفينها اهي، البسها لكم في ايدي عشان تشوفوها اهي. هي دي اللي احنا هنعملها، كأنك بالظبط هتعملي زجزاج كده، وهنشوف بقى طريقتها هنعملها ازاي. اللي هحتاجه الخامات اللي انا قلت لكم عليها والاستك، وطبعا القصافه، بس هي دي اللي انا هستخدمها من الحاجات اللي عندي. همسك كده الاستك بتاعي، هشده زي ما احنا متعودين. لازم الاستك يا جماعه الجداد معانا الاستك كده قبل ما تشتغلي بيه تشديه كده وتمطيه سنه. طيب انا مثلا انا عايزه هو كده. خلاص اهي كده هتبقى ادي. تمام. وهسيب فيها براح. طيب يبقى هقص كده من هنا الحته دي، بس ده اللي انا عايزاه كده من الاستك اهو. شايفين بشده كده، بجيبه عشان اعرف المقاس. بعمل ايه؟ بجيب الاتنين كده مجوز. تمام. وبجيب بلفه كده على ايدي. خلاص تمام. وانا هبقى عايزه كده طبعا واسع شويه، بس انا عشان ابقى فيه براح في الشغل بتاعي. اول حاجه هعمل ايه؟ اول حاجه هجيب كده 4 خرزات ازرق. تمام. هدخلهم في اي جزء من الاستك، يمين او شمال، عادي جدا. اهو جبت 4 خرزات ازرق. تمام اهو معايا اهو. وبعد كده هجيب 4 خرزات لونهم بيربل. الموضوع يا جماعة سهل جدا، هو كل لضم وهاجي في الاخر هربط وبس كده. يعني الفكرة انتوا هتحسوا ان هي ايه ده ازاي ودخلتيهم ازاي مع بعض ومشيتي كده ازاي. لا الموضوع سهل جدا. حطيت كده انا هنا 4 من هنا و4 من هنا، شايفين؟ طب انا عايزة اقفلهم بقى، هعمل ايه؟ هجيب كده، هجيب مثلا واحدة بيربل. تمام. هحطها هنا، هحطها في الطرف اللي انا حطيت فيه البيربل اهي كده. خلاص. وهاجي بقى بطرف الاستك ده اهو، هو هنا هجيبها امسكها كده. هجيب الاستك التاني اللي قصادها اللي هو كده ايه، انا حطاها في اليمين. هجيب الاستك اللي في الشمال وهدخله عكس الخرزة، عكس حتى الاستك اللي انا مدخلاه فيه اهو، بالمنظر ده كده. ادي طلع اهو، شايفين اهو. قبل ما اقفل بقى انا بقى ايه، موسطنة الخرز بتاعي في النص. دي هتمشي الاتنين مع بعض علشان خاطر يبقى في نص الخرز بالظبط اهي. عملت زي كأني بالظبط هعمل ايه، دايرة. تمام. عملت زي كأني هعمل دايرة. طيب هعمل ايه تاني؟ اهو هنبعدي كده سنة اهو. شايفين الدايرة يا جماعة؟ واضحة معاكم اهي. هبعدها تاني اهي. عملت دايرة. يبقى حطيت اول حاجة حطيت ايه، 4 ازرق و4 بيربل.
في الشمال ازرق وفي اليمين بيربل او العكس. وجبت بعد كده خرزايه 5 بيربل، حطيتها من اليمين، دخلتها ودخلت الاستيك اللي قصادها من الشمال عكسها. هنكمل علشان نشوف احنا هنعمل ايه. دلوقتي انا بقى عندي اهو يمين وشمال. همسك بقى الشمال ده الاول. خلاص انا نهيت ببيربل، هجيب كده 4 بيربل الناحيه دي، هحطهم في الشمال. ادي 4 اهو. خلاص 2 3 4 تمام اهو كده. وهجيب بعد كده الطرف اليمين بتاعي اهو، هحط فيه ازرق. هحط ايه؟ هحط 4 برضو ازرق في الاول. تمام. وبعد كده بعد كده هجيب واحدة 5 عشان نقفل بيها. يبقى دايما الجزء اللي هو بيبقى في اليمين هو اللي انا بقفل بيه. هجيب اهو الزرقاء اهي، شايفين؟ علشان توضح معاكم. ادي الزرقاء اهي انا حطيتها اهي. همسك الخيط بتاعي كده اهي، او همسكها هي نفسها كده. تمام. هجيب بقى الاستك بتاعي من الناحية التانية وهروح مدخلاه عكسها، عكس الاستك اللي كان داخل فيها اصلا من اليمين. فهقلب اليمين شمال والشمال يمين. تمام اهو المنظر اهو كده بس. وهروح شدة قفلة دورية زي الدورية بالظبط. بصوا اهو، بصوا بقى عامل ازاي اهو، كأنك بالظبط بتعملي ايه؟ علامة الانفينيتي. تمام. اهو كده، او بتعملي زجزاج. همسك برضو من الناحية دي، همسك الاول، همسك على طول الشمال. انا انتهيت بازرق فهبتدي بالازرق. خلاص يعني باللون اللي انا هنتهي بيه هو اللي هبتدي بيه ناحية الشمال. هحط كده 4 خرزات. ده بقى انتي ممكن تعمليه بالتفسيرة، ممكن تعمليه بالمرمر، ممكن تعمليه بالكريستال الصغير او حتى الكبير، باي مقاس انتي عايزاه. هيبقى شكله شيك جدا وحلو قوي، وممكن ان انتي تغيري فيه في الشكل. خلاص ادينا اهو حطينا ال4 الازرق. همسك البيربل، هحط كام؟ هنحط 4 في الاول وال5 اللي هقفل بيها. يعني بنحط 5 في اللي انا بقفل بيه. ادي ناحية اليمين 1 2 3 4 اهو. وادي ال5 اهي بقى، مش هنزلها تحت طبعا مع الخرز اهي. انا همسكها في الاول كده. تمام. وبعد كده ايه؟ هجيب الجزء ده كده. يا رب يكون الشرح بسيط وواضح ليكم. هروح ايه مدخلاها هنا كده عكسها كده تماما. طبعا بنحاول نجيب ايه يعني التفسيرة تبقى واسعة شوية علشان سهل ادخل الاستك بتاعي. طبعا انا بستخدم استك 8 ملي. بيبقى حلو قوي الاستك ال8 ملي ده في الشغل، لان هو بيبقى محمل، فبيبقى صعب جدا ان هو يتقطع معايا بسهولة. تمام. طيب دي طبعا ايه الحتة دي تحسي انها ضيقة كده شوية، فعشان كده الاستك بيعدي بصعوبة منها، بس هيعدي يعني اهو. طرف الاستك طلع، هشده كده اهو. شديته بصوا اهو، وشد. وده برضو الناحية التانية هنشده. بس هشد بقى الاتنين مع بعض وهقفل. ما تقلقيش خالص لو تحسيتي انه بيلف معاكي كده، هو هيتظبط اهو. بصوا ده كده الصف التالت. تمام. انا هروح اكمل زي ما قلت لكم، وهاجي بقى في الاخر هوريكم التقفيل هيبقى ازاي.
دلوقتي بقى انا عملت اهو، بصوا عملت عدد ادوار قد ايه. انا كنت عملت معاكم اول 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طيب انا عايزه اقفل بقى. طب لا، اما هاجي هقفل كده لا ما ينفعش. ليه؟ لان بصوا انا لو جيت قفلت هيبقوا دولت مع دول، انا عايزاها اقفلها بنفس الترتيب. يبقى لازم ان انا اعمل طول البريسلنت بتاعتي زوجي، عشان لما اجي اقفلها تبقى مظبوطه بالظبط، وما تبقيش عارفه ظهرها من وشها ايه. تمام. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل اخر صف مع بعض اهو. انا كده نهيت هنا كان بالبيربل، يبقى هبتدي دايما في اليمين بالبيربل، في الشمال سوري بالبيربل. تمام. بالحاجة اللي انا نهيت فيها في ناحية اليمين هي اللي ببتدي بيها في الشمال، علشان يقدر يعمل لي اللي هو الزجزاج اللي انا بعمله ده. تمام. طبعا عايزة تعمليها كلها لون واحد تمام. ده بقى انتي وذوقك. انا حبيت ان انا كده ادخل لونين في بعض علشان الشكل يوضح اكتر وتبقى احلى. يعني انا شفتها كده ان هي اما تبقى لونين مع بعض، ولو لونين مختلفين تحسي ان هما مش ماشيين مع بعض، تقدري تعملي لهم ماتشنج كده مع بعض، تبقى حلوة قوي. اديني اهو كده حطيت 3 4 من الازرق. هحط اخر واحدة اللي هي ال5، هحطها هنا كده اهي. خلي بالنا بقى عشان دي خلاص كده قصيرة. تمام. هاجي هنا بقى دي هروح مدخلاها في الازرق اهو مع بعض اهو كده. بمسك معلش اتفكت خلاص طلعوا مع بعض عشان مسكتهم كلهم، او هدخلهم تاني على طول. انت ممكن تطولي بقى الاستك شوية علشان تعرفي تقفلي كويس. ادي كده 4، يبقى هحط الايه الخمسة بقى. انا هعمل ايه؟ انا هحطها هنا كده في الطويلة دي علشان دي اطول شوية، هنا او هنا عادي، وهروح مدخلة القصيرة دي فيها. تمام. عشان ما افكش الخرز تاني. دي برضو فكرة اهي عملتها قصادكم، ان انت ممكن تدخليها يمين او شمال. كده كده انا هدخل الاستيكين اصلا في بعض عكس بعض. تمام اهو. همسك كده الاستيك عشان قلنا الاستيك ده عريض، فاوقات خرز التفسيرة ما بيعديش بسهولة منه، وده حاجة حلوة مش حاجة وحشة. خلاص كده اهو. احنا كده اهو. طيب هعمل ايه بقى؟ هجيب الجزء ده كده معايا اهو، وهخش هنا مثلا، هخش من الجزء اللي هو ده. تمام. هخش بيه كده، هخش بالاستيك من هنا. بصوا احنا اهو قفلنا خلاص كده. همسك دي، هدخل الاستيك هنا اهو، وهروح شدة. بصوا هشد ازاي بقى؟ هربط هنا، هربط في الاستيك الصغير اللي انا ماسكاه ده. يعني انا دخلت اليمين في الخرزة اللي قصادها اللي هي باللون التاني، والخيط اللي انا ماسكاه ناحية الشمال خليته زي ما هو، وهبتدي اربط بقى الاتنين في بعض، اليمين في الشمال. دي طريقة قفلة. انا بقفل الاستيك كده 5 ربطات كده وبشدهم جامد قوي. ممكن كمان ان انتي عشان زيادة تأكيد تحطي امير في اخر الربطة بعد ما تربطي كده كام ربطة. وممكن كمان ان انتي بدل ما تربطي ربطة وتدخلي ستوبر وتقفلي عليها بالستوبر، برضو هتبقى محكمة جدا. انا اهو كده، انا كده الربطة اهي كويسة، ولا بتفك ولا بتعمل معايا اي حاجة. خلاص. طبعا الخيط الزيادة ده هنقصه. تمام. هقص انا كده ايه الزيادة ده خالص من الاستك، مش عايزاه. وهبتدي ان انا ادخله كده في اي خرزة موجودة معايا زي ما احنا شايفين. بصوا اهي، شايفين اهي اتعملت حلو جدا. طبعا انا عملت اللون ده منها، وكنت عاملة قبل كده برضو اللون ده. بصوا الوانها يا جماعة خطيرة
خطيرة حلوة قوي. اما تدخلي اللونين في بعض كده تحفة. بصوا بقى اللون المطرقع ده اللون ده للصيف وجمال الصيف. بصوا شايفين؟ واللون ده انا عملت منها الحقيقة الاربع تلوين دي كده، قلت ان انا اجربهم. بصوا لو عملتي بقى منها مثلا 2 3 كده يتلبسوا مع بعض هيبقوا شكلهم حلو قوي في الايد، وهيدوا منظر تحفة. خلاص، والوان بقى ماتشنج كده مع بعضها هيديكي منظر خرافة ومنظر شيك جدا وحلو قوي. يا رب يكون فيديو النهاردة وفكرة النهاردة تكون عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة ليكوا وتعملوها ان شاء الله بأفكار كتيرة جدا. طبعا ما ننساش ان احنا نعمل شير ولايك للفيديو للمشترك بالفعل في القناة علشان القناة تكبر بيكو والفيديوهات بتاعتنا توصل لأكبر عدد من الناس. واللي لسه مش مشترك في القناة يا ريت يشترك ويفعل زرار الجرس علشان يوصلوا كل جديد من اللي احنا بنعمله. ومستنية بقى تعليقاتكم تقولوا لي ايه رأيكم في فيديو النهاردة، وايه الافكار التانية الجديدة اللي انتوا عايزيننا نعملها معاكم. وانتظروني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله بأفكار جديدة. كانت معاكم أمنية يحيى.